وانظروا إلى تلك المرأة كما في حديث أنس التي توفى صغير لها فدفن، فجاءت عند القبر تبكي على صغيرها، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فرآها فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبر. هي متجهة إلى القبر تبكي والرسول يخاطبها من خلفها، فلما سمعت تلكم الكلمات قالت: إليك عني، يعني ما لك شغل. هي ما عرفت أن الذي يخاطبها الرسول. فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت لم يحصل لك الذي حصل لي من فقد صغير. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها بعض الناس: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركلت خلفه وتبعته وركضت، فلما جاءت إلى الباب لم تجد بوابين، دخلت قالت: يا رسول الله لم أعرف، الآن أصبر. إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين أن يقال مات أبوك، ماتت أمك، ماتت زوجتك، مات ولدك، مات صديقك، تلفت تجارتك، انهدم بيتك، يقول لك الطبيب عندك سرطان أو فشل كلوي أو فيك مرض خطير، تقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، تصبر. هذا هو محل الصبر.